ليه يو اس بي نوع سي هو أفضل اختيار للشحن السريع؟ ازيكم يا عشاق الهندسة؟ النهاردة هنكشف واحد من أكبر أسرار وعجائب الهندسة الحديثة. ليه يو اس بي سي بقى ملك الشحن السريع وبيسمح بقدرات كهربائية كانت زمان مستحيلة لموصل صغير بالشكل ده؟ لما بنفكر نشحن أجهزتنا السرعة بتكون عامل مهم جدا، بس إيه اللي فعلا بيخلي يو اس بي نوع سي يقدر يوصل طاقة كبيرة في وقت قليل كده؟ الإجابة بتكمن في دمج ذكي بين التصميم الفيزيائي والبروتوكولات متقدمة للاتصال. على عكس الإصدارات اللي قبله، يو اس بي نوع سي اتصمم من البداية عشان يتعامل مع متطلبات طاقة أكبر بكتير. هو مش بس موصل ممكن تركيبه في أي اتجاه وسهل الاستخدام، ده كمان محطة طاقة صغيرة فعلا. بس ازاي هو قدر يعمل كده ويتخطى حدود الموصلات التانية اللي بالكاد كانت بتعدي 10 أو 15 واط؟ بص، قدرة الموصل على نقل الطاقة مرتبطة بشكل مباشر بتصميمه الداخلي، وبالذات بحجم المسارات والأسلاك اللي جواه. تخيل طريق سريع، كل ما كانت أوسع كل ما عدد العربيات اللي تقدر تعدي فيها في نفس الوقت بيزيد. وبنفس الطريقة الدبابيس والمسارات اللي جوه موصل يو اس بي نوع سي اتصممت من جديد عشان تكون أقوى وأكتر، في حين ان الموصلات القديمة كان فيها عدد قليل من الدبابيس المخصصة للطاقة وكانت رفيعة. اليو اس بي نوع سي فيه 24 دبوس، كتير منهم مخصصين للطاقة والتقريض، وكمان أقوى فعليا في تحمل تيارات كهربائية أعلى. ده معناه إن كهرباء أكتر ممكن تمر من خلالهم من غير ما تجهد النظام. بس يا ترى وجود مسارات أكبر لوحده كفاية عشان يضمن شحن سريع وآمن؟ الموضوع مش موضوع حجم بس، لكن كمان إزاي الطاقة دي بتدار. واحد من أكبر التحديات الهندسية في الشحن السريع هو المقاومة الكهربائية وتبديد الحرارة اللي بيحصل بسببها. الكهرباء لما بتمر في موصل بتقابل مقاومة معينة، والمقاومة دي بتولد حرارة. كل ما زادت شدة التيار والفولت اللي بتحاول تمرره في كابل أو وصلة كل ما زاد توليد الحرارة. زي لما تحاول تضغط كمية كبيرة من المية في خرطوم رفيع، الضغط بيزيد وممكن الخرطوم ينفجر. في سياق الشحن السريع لو الحرارة ما اتبددتش بكفاءة ممكن تبوظ الكابل أو الوصلة أو حتى الجهاز اللي بيتشحن نفسه. المهندسين اضطروا يصمموا وصلة يو اس بي تايب سي والكابلات المرتبطة بيها بمواد وتصميمات تقلل المقاومة وتزود تشتيت الحرارة لأقصى درجة. بس ازاي الجهاز والشاحن بيتكلموا مع بعض عشان يحددوا كمية الطاقة اللي ممكن تتنقل من غير ما يسخنوا زيادة عن اللزوم؟ هنا بيجي دور USB Power Delivery أو USB PD، وده بروتوكول تواصل ذكي يعتبر هو العقل المدبر ورا الشحن السريع لنوع سي. اليو اس بي بي دي مش مجرد معيار هاردوير، ده كمان سوفتوير بيسمح للشاحن والجهاز يتفاوضوا على كمية الطاقة المثالية ويوصلها. بدل ما الشاحن يدي جهد ثابت زي ال5 فولت اللي بنشوفه في الشواحن العادية، اليو اس بي بي دي بيسمح ان الجهد يتغير لمستويات اعلى زي 9 او 12 او 15 او حتى 20 فولت. وكمان التيار ممكن يتغير. اللوحة الصغيرة اللي في ايدي دي هي لوحة دوائر بالظبط بتكنولوجيا بي دي، واللي من خلالها اقدر اتحكم في جهد الخروج عن طريق زرار، وبتستخدم شاحن برضه بتكنولوجيا بي دي. وانا فعلا عملت فيديو هنا على القناة ووريت فيه ازاي هي بتشتغل وازاي تقدر تتحكم في الجهد، وهسيب كارت للفيديو ده في اخر الفيديو الحالي عشان فعلا الموضوع ممتع لما تشوفها وهي شغالة. وده مهم جدا لانه زي ما احنا عارفين من الفيزياء القدرة هي حاصل ضرب الجهد في التيار، زي ما في المعادلة اللي قدامك على الشاشة. لما تزود الجهد تقدر توصل نفس القدرة بتيار اقل، وده بيقلل من توليد الحرارة في السلك وفي الموصل.
في البداية كان USB PD بيسمح لحد 100 واط، لكن الإصدارات الأحدث بقت بتدعم 240 واط بشكل مذهل، وده فتح الباب لشحن لابتوبات عالية الأداء وحتى شاشات. بس مع كل القدرة دي اللي بتتدفق، إزاي نضمن إن أجهزتنا محمية من الأعطال؟ إن أمان هو أولوية قصوى، والهندسة ورا الشحن السريع من نوع C فيها أنظمة حماية قوية جدا. دوائر الحماية من زيادة الحمل وقصر الدائرة ضرورية جدا. زيادة الحمل بتحصل لما الجهاز يحاول يسحب طاقة أكتر من اللي الشاحن أو الكيبل يقدروا يدوها، أو لما الشاحن يحاول يدي طاقة أكتر من اللي الجهاز يقدر يستقبلها. أما قصر الدائرة فهو اتصال غير مقصود بمقاومة منخفضة، وده ممكن يسبب تدفق تيار عالي جدا، وده بينتج عنه حرارة شديدة وخطر كبير لحدوث حريق. عشان نتجنب السيناريوهات الخطيرة دي، الشواحن وأجهزة USB Type-C اللي فيها تكنولوجيا PD بيكون فيها شرائح لإدارة الطاقة بتراقب الجهد والتيار باستمرار. لو اكتشفوا أي خلل يقدروا يوقفوا توصيل الطاقة فوراً، وبيحموا الشاحن والجهاز في نفس الوقت. بس كمان جودة المكونات نفسها ليها دور كبير في الأمان ده، مش كده؟ فعلا اختيار مواد الموصلات نقطة مهمة جدا في هندسة النوع C. علشان نضمن أعلى كفاءة وأمان، الكابلات والوصلات العالية الجودة بتستخدم مواد موصليتها الكهربائية ممتازة. النحاس هو أكتر مادة شائعة وفعالة للأسلاك الموصلة جوه الكابل، وده بسبب مقاومته الكهربائية المنخفضة وسعره المعقول. لكن بالنسبة للوصلات المعدنية في نفس الموصل اللي بيتم فيها الاتصال الفعلي، غالبا بيتم استخدام الذهب. بس ليه الذهب؟ مع انه اغلى، الذهب موصل ممتاز، والاهم من كده انه مقاوم جدا للتآكل والأكسدة. ده بيضمن ان الاتصال الكهربائي يفضل ثابت ومقاومته قليلة مع مرور الوقت، حتى بعد مئات او آلاف السنين. ان اتصال ان فيه تآكل او أكسدة هيزود المقاومة وهيولد حرارة اكتر وهيأثر على اداء الشحن السريع. بس ايه اللي بيحصل لما نوفر في الخامات ونختار كابلات جودتها قليلة؟ التوافق والأمان بيتأثروا بشكل كبير لما بنستخدم كابلات جودتها قليلة. كابل USB Type-C رخيص ومصنوع بشكل سيء، ممكن ما يكونش فيه موصلات نحاسية كافية، ممكن يستخدم مواد توصيل رديئة، أو والأسوأ من كده ممكن ما يكونش فيه المقاومات التعريفية الصح أو دوائر الحماية اللازمة. ده ممكن يسبب مشاكل كتير، من شحن بطيء وغير فعال لحد مخاطر كبيرة زي السخونة الزايدة أو تلف الجهاز أو الشاحن أو حتى حرائق. الهندسة ورا تايب سي قوية، بس هي معتمدة على جودة كل المكونات. عشان كده مهم جدا تستثمر في كابلات وشواحن معتمدة ومن شركات موثوق فيها علشان تستفيد من الشحن السريع بأمان. بس يا ترى المستقبل مخبلنا ايه للتكنولوجيا دي؟ بصراحة مستقبل الشحن السريع مع تايب سي واعد ولسه بيتطور. الاتجاهات بتشير لقدرات أعلى كمان، مع تطوير مواصفات جديدة ل SBPD اللي ممكن توصل لأكتر من 240 فولت، وده هيسمح بشحن أجهزة أكتر تطلباً زي محطات العمل المحمولة وحتى العربيات الكهربائية الخفيفة. كمان الهندسة مركزة على إنها تخلي الشواحن أصغر وأكتر كفاءة، وبيستخدموا تقنيات زي نتريد الجانيوم عشان يقللوا حجم ووزن محولات الطاقة، وفي نفس الوقت يحافظوا أو حتى يزودوا القدرة. دمج الشحن السريع في أجهزة أكتر، وتوحيد المعايير والبحث عن حلول تكون أكتر أمان ومتانة، دول هم أساس الابتكار المستمر في المجال ده. USB Type-C مش مجرد وصلة، ده منصة طاقة بتشكل الطريقة اللي بنتعامل بيها مع أجهزتنا. لو وصلت لحد هنا وعجبك الفيديو، اشترك في القناة لو لسه مش مشترك، وسيب لايك وفعل الجرس عشان توصلك كل الإشعارات.
لو شايف ان المحتوى مفيد فكر تبقى عضو معانا وتساعدنا نكمل وننتج محتوى اكتر على المنصة، وكمان هيتم ذكرك في فيديوهاتنا. ولو وصلت لحد هنا بدعوك تبص على الكورسات اللي بنرشحها ليك. يبقى وجه موبايلك على رمز الQR اللي جنبك هنا، او اضغط على اللينك في الوصف عشان تعرف اكتر عن كورساتنا. فيهم هتلاقي كورسات عن الاكسل، النمذجة ثلاثية الابعاد، اوتوكاد، الخطابة، وكورسات تانية كتير. الكورسات دي احنا اللي مختارينها واحنا نقدر نضمن جودتها، فلو عايز تطور في شغلك فعلا يستاهل تجربهم. وانت عمرك فكرت في كل الهندسة اللي ورا السلك الصغير اللي بيشحن موبايلك في دقايق؟ ايه اعلى قدرة شفتها لجهاز وهو بيتشحن قبل كده؟ via USB tipo C. سيب تعليقك تحت هنا وشاركنا تجاربك. هنا جنبك في خيارين لفيديوهات ممتعة لازم تتفرج عليهم عشان توسع معرفتك وتشبع فضولك. ولو حابب تدعمنا دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس، وفكر تبقى عضو في القناة. كده يا عشاق الهندسة، تحياتي واشوفكم في الفيديو الجاي.